يا مساء الخير، عاملين ايه؟ هندردش مع بعض النهارده في موضوع شويه شائك وبيجيب الشتيم. زمان والان مقارنه عن ايه؟ عن البنات وعن الولاد والاختيارات والحياه. يلا بينا نشوف. جيبوا قهوتكم او لو وراكم حاجه سيبوني ارجع في ودانكم وانتوا بتعملوا. زمان كان لما البنت بتكبر في السن او تبقى مطلقه او ارمله كان بيتقال لها قدمي تنازلات عشان تتجوزي تاني، لازم معاييرك تقل. وكانوا فعلا بيعملوا كده. فتلاقيها مثلا ما عندهاش ولاد او ما سبقلهاش الجواز مسمينها عانس، تتجوز واحد عنده ولاد، تدخل في متاهه هي لم تعد ليها لسه اصلا. وخلاف زمان كان الشباب يتربوا على ان ابني راجل، وجوده في الحياه كفايه، انت مش محتاج حاجه تعملها غير انك تكون راجل، فلازم اختك تطيعك، مراتك تطيعك، بنتك تطيعك، الكون كله يدور حواليك من غير ما تقدم حاجه، وجودك كفايه. الان لسه في ناس بتربي بالطريقه دي، لكن اللي اختلفوا البنات اللي اتربوا في العقليات او مجتمع بالعقليه دي بداوا يشتغلوا على نفسهم. فبقت فكره انها تكون كبرت في السن، هي ما كانتش قاعده بتضيع وقتها، هي كانت بتشتغل على نفسها، تلعب رياضه، تهتم ببشرتها، تهتم بعقلها، فمعاييرها بتعلى. ليه؟ لان استحقاقياتها واحترامها لذاتها عالي. هي عرفت ان انا ده ما يعيبنيش، كل سنه بتمر عليا بتزيدني خبره، بتزيدني قيمه، لان انا مريت بايه في السنه دي، ايه الدروس اللي اتعلمتها في السنه دي، إيه اللي انضاف لي في السنه دي. تمام. في المقابل الراجل لسه واقف عند حده، عند مكانه. انا ماما مفهماني ان انا كراجل كفايه كده، وقاعد على القهوه مع اصحابي امهاتهم مفهمينهم ان هم كفايه كده، فما بيشتغلش على نفسه، فبيزيد سطحيه وبيزيد ضآلة قصاد اللي تكبر دي. بنات معاييرها تكبر، الولاد بيقلوا الا من رحم ربي طبعا. وبرضه في بنات لسه في التفاهه، ده حقيقي، هي مش فاهمه اي حاجه واخرها انها تقعد تتمنى وتطلب من اللي يمنح او اللي يمنع او يمنح ويعايرها. ففي ظاهره بقى اليومين دول جايه مع موسم الساحل. الصيف ده كان لذيذ قوي يعني. الشباب الحيحانه، وانا اسفه في اللفظ، على الستات الاربعينيات والخمسينيات، وتعالي هعيشك، سيبي لي نفسك وهعيشك عمر العشرينات. مين قال لك ان انا عايزه ارجع للعشرينات؟ مين قال؟ غالبا اللي وصلت للسن ده وهي لوحدها، هي خدت دروس كامله، والعشرينيات ربتها صح. بابا دي تربيه الزمن مش تربيه امها وابوها. اهدى. اللي تكبر في السن وهي لوحدها هي عندها الطاقه وعندها قدره على تحمل المسؤوليه، مش عندك انت لسه عايش في دور انا العريس اللي تتمناه اي واحده. البنت كل لما بترتقي بنفسها وتشتغل على نفسها معاييرها بتزيد مهما كان سنها، والسن ما عادش حاجز. تيتا ايناس الدغيدي اتجوزت فوق ال70. انت بتهزر ولا ايه؟ والموضوع دلوقتي بقى مفتوح دولي. ففكره ان انت ابن البلد ولا ابن المدينه ولا ابن مش عارفه مين، حبيبي ما عدتش املك. انت عايز تتقدم لواحده حتى من سنك. وخلي بالك برضو، دي كان زمان بيقولوا ان البنت والولد لو نفس السن فالبنت اكبر منه بسنتين عقلا. ليه؟ لان بطبيعه البنت هي قاعده هاديه، قدرتها على التامل واخذ الدروس اعلى. انت سارح، عندك هيجان في تصرفاتك كلها، فما انتش مركز، انت بتلعب كتير. هي قاعده مركزه. فلما تبقى متعلمه بقى وعارفه تشتغل على نفسها، انت قصادها هتبقى قليل، ما انتش هتبقى العريس الامله. انت واخد، حتى لو كانت اكبر منك في السن. ده بالاضافه ان البنت لما بتتعلم وتشتغل على نفسها كويس برضو، معاييرها كل حاجه بتاعنا، مش تاخد واحده اصغر منها. جو الحيزبونه الشمطاء المتصابيه مش هتلاقيه مع اللي اشتغلت على نفسها، ده هتلاقيه مع واحده سطحيه من الجيل السطحي اللي حاسس انه ضئيل لمجرد انها اتولدت انثى، على الرغم ان ده احساس غلط. لان المفروض ان انت اتولدتي انثى معناها انت خلقتي مش تنبسطي، تتنعمي، مش تتذلي ولا تتبهدلي. ده مش ضعف، دي نقطه قوه. انت ما بتجريش ورا حد، ومش دورك انك تجري ورا حد حتى لو كان لجواز. انت بيتعرض عليكي وتقبلي او ترفضي. يبقى مين هو اللي اعلى؟ مين اللي ليه قيمه؟ عايز تتقدم لواحده ليها قيمه، عايز تفكر في واحده ليها قيمه، لازم تكون انت اشتغلت على نفسك، عندك اللي تقدمه. واللي تقدمه النهارده بقى ازيد بكتير من الفلوس. الفلوس اساسي، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يعني انت لو معكش صوم يا حبيبي لغايه لما يبقى معاك. لو ما انتش قادر تشيل نفسك، مش هتعرف تشيل اسره، مش هتعرف تشيل واحده تانية، ما انتش هتبقى راجل قد كلمتك حتى في الاشياء الماديه اللي تتباع وتشترى. لكن لازم تبقى مالي عين اللي هتتجوزها او الست اللي انت بتامل ليها. فلازم تشتغل على ثقافتك، لازم تشتغل على صحتك. البنات بتعمل الكلام. انت متاخر كتير، انت قليل كتير، وعلشان تبقى راجل بجد لازم تبقى مالي عين الست اللي معاك، مش بانك تقلل منها او تضعفها، ده دليل ضعف رجوله مش دليل قوه، لكن بانك تبقى عارف تشتغل على نفسك كويس، وتعرف تبقى قائد. بمعنى كلمه قائد، انك تعلمها كمان تطور من نفسها ومن حالها، علشان دايما تبقوا ماشيين على نفس المستوى مع بعض، عقلا، صحه، لايف ستايل، في كل الاسبيكتس بتاعت الحياه. لان لو هي قلت عنك كتير انت هتحس ان انت ناقصك حاجه، وهتحس انها بدل ما بتساعدك انك تعلى انك بتقل معاها.
تعرفش تلبس، تعرفش تتكلم، سطحية، تافهة، وانت قاعد وخلاص اتنقلت المجتمع فيه نوع من انواع الثقافة او الرقي اكتر، فانت عايز تواكب المجتمع اللي معاك، بس الست اللي معاك مش مساعداك. هي مش مساعداك، دي مشكلتك مش مشكلتها هي. انت ما كنتش قائد كويس، ما عرفتش ترفعها، ومش حلها ان انت تدور على واحدة تانية جاهزة على الجاهز، لان اللي جاهزة على الجاهز دي معاييرها اعلى منك بكتير في كل حاجة، معاييرها اعلى من امكانياتك بكتير، لان الست بطبيعتها بتحب الراجل اللي معاها يكون بيرفعها مش في مستواها ومش اقل منها. خلينا نبدا باللي اقل، اللي اقل منها هينزلها، ومفيش ست عارفه قيمه نفسها هترضى ان حد يبقى في حياتها بينزلها، واللي في مستواها هيحد من تطورها هيوقفها. والست اللي متعوده انها تشتغل على نفسها ما بتحبش تقف. انا بحب كل يوم يكون عندي انجاز جديد على جميع مستويات الاسبكتس بتاعت حياتي. انت غير ملائم، يعني اللي في مستواها مش ملائم، يبقى ايه الحل؟ الراجل اللي يبقى تحدي بالنسبه لي، والراجل كمان اللي يكون معاون ليا اني اعلى بيه. فحبيب ماما يعني بص على قدك، بطلوا حكايه لا الاربعينيه ده انتوا بتحلوا وانتوا بتعملوا. حبيبي دي فلوس، يعني لو ما هيش عامله عمليات تجميل في بند كريمات كده، ده لو انا بتكلم على الفلوس بس. ولو بنظره سطحيه زي اللي انت بتبص لها عشان انت سطحي، انت بني ادم بائس سطحي بص لها حلوه جسم حلو ومش عارفه ايه، في كريمات ب 20 ل 30 الف جنيه حضرتك، هي اللي بتحافظ على البشره. وفرها لمراتك هتكبر معاك لما تبقى في الثلاثينات والاربعينات هتبقى تهبل. في جيم ليه اشتراك وقدره، في كوتش خاص بيعمل بلاتس ويوجا، في سيشن مساج، في جلسات تانية للسبا، كل دي فلوس. انت معاك يا حبيبي، ولا انت عايز واحدة تصرف على مزاجك من جيبها، وحبذا لو تديك مصروف وكمان تقعد وتقول انا الراجل. على فكرة حتى في زمن الحيزبونة المتصابية، الست اللي هي كانت تبقى غنية او معاها فلوس ومهتمة بنفسها بتتجوز ولد صغير نص عمرها، الست دي بتبقى هي الراجل حبيبي مش انت. مفيش ست هطلع من جيبها قرش الراجل وهيعرف يبرمش هنا عليها. مفيش ست عقلها وثقافتها اعلى من الراجل وهتبص له بالانبهار اللي انت عايزه علشان تغذي رجولتك. انت بتعمل في نفسك كده ليه؟ ويا امهات فوقهم، فكره انا جبت الولد، انا ام الولد، الولاد بقوا اتفه من التفاهه، والبنات اللي انتوا بتقللوا منهم من الاهمال وقله التقدير هم بداوا يدوروا على سبل تانية لاكتساب التقدير اللي يستحقوه. في منهم اللي بتقع في مصيده الراجل الكبير اللي بيعوضها عن الدفء اللي مش لاقياه في البيت، ودي ضحيه مزدوجه بقى، يعني هي بتبقى ضحيه اهلها وضحيه الاختيار ده. وفي منهم اللي بتختار الطريق الصعب، اللي بتختار ان هي تقرا وتثقف نفسها وتشتغل على نفسها وتنمي نفسها وتشتغل على صحتها وتهتم بنفسها. الحاجات اللي انتم ما بتدوهالهاش هي بتاخدها منين؟ من نفسها. ودي اتعلمت الاستقلاليه حتى لو كانت قاعده معاكم. هي ممكن تستقل تماما على فكره، ممكن تسيب البيت خالص وتروح تأجر مكان او تسكن في مكان. في بنات كتير عندهم شققهم وتفصل حياتها خالص، واهلي وجمال وكل حاجه، بس هاي باي وبنود بعض مرتين في الشهر ولا حاجه، مفيش اي مشكله، ودي زرعتكم وحصدكم. لكن ما عادش في، يعني معلش، يعني حتى البنت اللي هي عندها نقص اهتمام ولا كلام ده وتتجوز الراجل بتدور على الراجل الكبير، راجل كبير اللي معاه فلوس، اللي معاه امكانيات، اللي بيعرف ياكل بعقلها حلاوه، ان هي ان هو اللي هيعوضها بالحناء، عارف يلعب. لكن الواد الملزق ابن امبارح، بابا انت ما بتاكلش مع حد، ولو كلت مع واحده صغيره لا الكبيره بابا مش هينفع. لو عندها خلق ومراء هتتسلى بيك وترميك، لو ما عندهاش هتأثر، لان ما عندهاش وقت تضيعه مع واحد غلط. الحياه فيها حاجات كتير قوي اكتر من ان احنا نضيع وقتنا مع واحد تافه واخد قلم في نفسه على الفاضي. ارحموا نفسكم مش كده؟ ويا امهات ارحموا ولادكم، بطلوا حكايه اصل ولد لو حتى غلط نجيبها في اخته، لو عمل اي حاجه مبرره. ارحموا نفسكم، ارحموا نفسكم، لان انتوا بعد كده بتيجوا تعيطوا انا ابني لا ده كان اول بخته وراح بتعيطوا راح يدور على واحده مطلقه وكان اول بخته واكبر منه وعندها عيل. ما يا ماما حبيبتي، ما عشان انتي اللي عملتيه كده، لو مش عاجبك ده انتي اللي عملتيه كده. او راح دور على واحده بتلعب بيه كوره ومحرضاه عليا وفصلها عني، حبيبتي انتي اللي عملتيه كده، انتي اللي خليتيه يا ممسوح الشخصيه يا واخد قلم كبير في نفسه وبرضه ممسوح الشخصيه. ما تلوميش غير نفسك. علمي الولد ان انت عشان تبقى راجل، الرجوله مسؤوليه، الرجوله احترام، الرجوله ادب، الرجوله تربيه. علميه يشتغل على نفسه. اخته عملتها من غير ما تعلمها لها، ده لسبب بسيط جدا، لانها كانت بتدور على بديل الامومه او الابوه اللي مفتقداها منكم. لكن اللي انت عماله بتلزقي فيه ده وقت الجد مش هلاقي واحده ترضى بيه، فانت هتقعدي بتدوري له على عروسه والواد مرفوض. ليه؟ هو صايع، هو فاهم نفسه ان هو الواد بتاع البنات اللي كل البنات ماشيه بتترمى تحت رجله كلهم شايفينه العريس اللي مفيش منه. لا يا بابا انت مش عريس اساسا، مفيش منك. انت بقى منافسينك دولي، بقى منافسينك ناس كتير بتشتغل على نفسها، بتشتغل على ثقافتها، بتشتغل على صحتها،
وما بيخافوش من ان الست اللي معاهم تكون بتشتغل على نفسها وبتعمل الكلام ده، بالعكس ده هم من متطلباتهم ان يكون معاهم ست بتشتغل على نفسها. فانت مين يا جربوع وسط الملوك؟ انت كبيرك امله في عين مامتك. لو اتجوزت واحده تاكد تماما ان انت لو بالعقليه دي انت نزلت من نظرها من زمان. هي يمكن تكون صابره لاسباب تانية مالهاش علاقه بيه، ودي برضو حاجه تانية. فكره ان البنت لازم تصبر علشان ما تبقاش مطلقه، الموضوع ده عدى وفات يا جماعه، بقى عادي. مش هنضيع عمرنا في جواز غلط يعني. ايه المشكله؟ اصلاح الشيء الغلط باسرع ما يمكن احسن بكتير من الاستمرار في علاقه غلط بتدمرنا، بتخلي بنات تنتحر، بتخلي او يتقتلوا لان العلاقه من الاول غلط، او كنا مفكرينها صح وبعدين اكتشفنا انها غلط. ايا ما كانت المسببات، بس مؤكد ان لو اهل البنت كان ليهم علاقه بالجوازه دي، يعني غصبوا على بنتهم في الجوازه دي، فانتوا اديتوها السلاح اللي هتحمي بيها نفسها منكم بعد كده. خلاص، عايزين ايه؟ اللي انتوا اجبرتوني عليه جوزتها لكم، وانتوا بايديكم اللي طلقتوني منه، مش هتتعاد تاني. فلما تيجوا تقولوا لي اقدم تنازلات ليه؟ انتوا اللي مجرمين، ده ما كانش اختياري، ده ما اجبرتوني عليه، تمن الامومه والابوه خلاص خدتوها، ما لكمش حاجه عندي. اتلموا بقى، بيشوفوا وش تاني من البنت الدافيه الجميله لوش الوحش، فما عادتش نقطه ضعف. يا اهالي ما تذبحوش بناتكم، وربوا ولادكم انهم يكونوا رجاله بجد، يشتغلوا على نفسهم، لان حتى البنات الصغيره بقوا بيشتغلوا على نفسهم. فالتافه الملزق مش امل الحق، كبيره يقعد على حجر امه.